قاعد بتفرج على فيلم الارض. حاربنا سوا ايام الانجليز وايام السلطه. رحنا الشام في عز البرد والتلج نحارب. شفنا الموت بعينينا. دفنا مننا ناس في التلج. لا خفنا ولا ولينا. ليه؟ لاننا كنا رجاله ووقفنا وقفه رجاله. وفي ثوره سنه 19 حاربنا مره تانيه مع سعد باشا. حرقنا الغطاء. قطعنا سكه الحديد ضد الانجليز. ضربونا. حبسونا. مات مننا اولاد. انما كنا رجاله ووقفنا وقفه رجاله. وفي الانتخابات اللي فاتت بلاش نتكلم عن النتيجه، انما احنا وقفنا معاك يا شيخ حسونه وسمعنا كلامك. كانت النتيجه ايه؟ انضربنا، اتهنا، لكننا كنا رجاله ووقفنا وقفه رجاله. لما كانت حياتنا متعلقه بشعره وبيننا وبين الموت خطوه واحده ما خفناش. هجمنا بصدورنا، حاربنا عدونا. ليه؟ لاننا كنا رجاله وكنا واقفين وقفه رجاله. كانت نظرة مليانة سخرية وإحباط اللي بيوجهها محمد أبو سويلم المليجي في فيلم الأرض لما كان مجتمع برجال البلد بيبكتهم ويلومهم واحد واحد عشان كلهم باعوا القضية. قال له والشيخ يوسف، يا عيني على الشيخ يوسف، خلاص قعد في البندر ونسي كل حاجة، مش كده يا شيخ يوسف؟ مش عارف ليه كل ما اشوف المشهد ده احس ان المليجي بيكلمني انا، مش عشان انا اسمي يوسف يعني والشيخ يوسف، انما حاسس برضو ان موقفي في الحياة السياسية ما يختلفش عن موقف الشيخ يوسف. ويفضل ابو سويلم ينزل بكلماته زي الكرابيج. عمرنا ما ضعفنا، عمرنا ما انكسرنا. عارفين ليه؟ عشان كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله. وانتهى المشهد وانا مكسوف من نفسي. يعني انا احسن من اللي ماشيين في المظاهرات بيتعرضوا للضرب والحبس والاعتقال. فين قصص البطوله اللي هحكيها لبنتي لما اكبر؟ وهحكي لها ايه؟ هقول لها عن نضالي وكفاحي زمان ايه لما كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله. قررت ان انا بقى اعملها. هنزل الشارع، التحم بالجماهير، امشي في المظاهرات. سمعت ان الداخليه بتدي تصاريح بالمشي في المظاهرات. احنا نعمل التصريح ونمشيها ميري ونمشي في المظاهرات امنين، ونبدا رحله كفاحنا السياسي بمظاهره صامته هاديه حضاريه تضيف للتاريخ السياسي من غير ما تقصف عمري، خصوصا اني مش حمل شومه على راسي ولا زقه في كتفي ولا جزمه على قفاي. تصريحنا في جيبنا، واخدينه من الحكومه مختوم، الحكومه عندها خبر بينا، ورقنا كله في السليم. رحت للضابط المختص، صباح الخير يا باشا. قلت له بود شديد انا سعادتك بس جاي عشان اقدم على تصريح. قال لي تصريح ايه؟ قلت له تصريح مظاهره سعادتك. تعادل في جلسته وقعد يبص لي، اللي اداني احساس انه بيشك في قوايا العقليه. فرحت راسم على وشي ملامح جاده ووقوره ومحترمه. قلت له هي مش مظاهره يعني، تقدر تقول مسيره صامته سعادتك. اخدني على قد عقلي وقال لي طب وايه الغرض من المسيره دي؟ قلت له يا باشا لا غرض ولا حاجه، بس عشان البت لما تكبر يعني، وحكايه رجاله وقفنا وقفه رجاله وكده، فنلاقي حاجه نقولها لها يعني. بص لي الظابط حوالي 3 دقايق وهو صامت تماما كانه بيستوعب الكلام الخطير اللي بقوله، وعينيه جايباني من فوق لتحت، وقال لي بتقول عاوز ايه؟ تصريح مظاهره سعادتك. قال لي افهم من كده ان سيادتك عاوز تصريح مظاهره؟ ايوه. راح راجع بظهره على الكرسي وكريز الضحك مسكته وما بقاش قادر يوقفها، وراح منادي على زميله يا حسين بيه، يا حسين بيه تعال اسمع هنا، تعال. دخل حسين بيه ضخم جدا وباين عليه ما بيهزرش، ملامحه جامده وصارمه جدا. ايه الحكايه؟ الاستاذ عاوز تصريح مظاهره. بص لي حسين بيه وراح منفجر في الضحك هو وراخر، راح قايل للباشا ودينك عايز تصريح مظاهره؟ قعد يخبط بايده على المكتب وهو مسخسخ من الضحك. يا ابراهيم تعال يا ابراهيم. دخل ابراهيم قال له تعال يا ابراهيم اسمع، الاخ ده عاوز، لا مش قادر اقول، لا قول له انت، قول له انت. راح الباشا قال له عاوز تصريح مظاهره. تصريح ايه؟ وراح واقع من الضحك على الفوتيه وماسك بطنه وراح منادي يا فرج. انا اول ما سمعت فرج افتكرت فيلم الكرنك، طبعا كلكم فاكرين فرج وبتاع، ايه اللي جاب الكرنك دلوقتي؟ احنا في فيلم الارض. وفجاه راح الظابط قايم وماسكني من ياقه القميص وقايل لي انت بتتكلم باسم مين؟ انت تمثل نقابه مثلا، جمعيه اهليه؟ قلت له يا باشا انا فرداني، انا عايز تصريح ليا لوحدي، عايز تصريح امشي بيه في المظاهرات عادي يعني، بس انا اصلي لما احب امشي ابقى ماشي قانوني سعادتك. قال لي الظابط بس ده قانونا ما ينفعش، احنا ما بنديش تصاريح الا المجموعات، ما بنديش لافراد. قلت له في ناس كتير اكيد هتطلع المظاهره دي يا فندم. قال لي مين الناس دول؟ قلت له ناس عاديه يعني، مش شعب، ناس محترمه، ناس ذوق وعلى ضمانتي كلهم من معهد الصم والبكم، ناس طيبين. قال لي الظابط عموما انا هدي لك التصريح لاني واثق فيك وفي الناس اللي معاك، بس لازم تعرف، وراح فارد خريطه قدامي، ان في اماكن ممنوع فيها التظاهر. ميدان التحرير لا،
ميدان رمسيس لا، وسط البلد ما تقربوش ناحيته خالص. قلت له احنا يعني هنروح ناحيه فيصل، الهرم، العب ده. قال لي لا هرم ولا فيصل، انت عايز تقول لي مصر الجديده ولا مدينه نصر؟ وطبعا المعادي وحلوان والمناطق دي ممنوع فيها التظاهر منعا باتا. قلت له يا باشا امال هنعمل مظاهره فين سعادتك؟ شاور على الخريطه وقال لي ده طريق مصر اسكندريه الصحراوي. فين الماستر؟ بعد الماستر ب 30 كيلو هتبتدوا المظاهره من هنا، وهتخشوا جوه في الصحراء، مش على الطريق، مش تعمل لي مظاهره على الطريق توقفوا لي. المسيره هتكون صامته طبعا، هتبدا الساعه 2 الظهر وتنتهي الساعه 3. اتفضل التصريح اهو. في الوقت المحدد للمظاهره كانت سيارات البوليس والامن المركزي في الكيلو 130 صحراوي مستنيين المظاهره، لكن مفيش ولا اثر للمظاهره. كلمني الضابط على الموبايل، ايه يا ابني فين المظاهره؟ ولا ريال ولا هو ازعاج سلطات وخلاص؟ قلت له جايين يا باشا، احنا خلاص عدينا الكارت اهو. بعد موت وعذاب وصلنا لمكان المظاهره، مشينا في عز الاياله في الصحراء بنعبر عن رفضنا. كانت الشمس في كبد السماء زي ما بيقولوا، وكان المتظاهرين عمالين يقعوا واحد ورا التاني، صم وبكم ومش قادرين يمشوا من الشمس. الغريب ان الاعلام الغربي المغرض اذاع خبر القتلى والمصابين، وكأن الشرطه هي اللي عملت كده، وقال الاعلام المحلي ان جماعه من المختلين عقليا ذهبوا ليتظاهروا في الصحراء فاصيبوا بضربه شمس. وقالت لي بنتي وانا راقد على السرير ورابط راسي وحاطط تلج فوق دماغي وحرارة 40، وعملته كده ليه يا بابي؟ قلت لها عشان كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله.